عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة الهلال والمريخ السوداني في الدوري السوداني في الجولة ال17. طبعا المباراة دي بتكلم عنها عشان بتهم الأهلي والزمالك. طبعا انتوا عارفين فريق الهلال السوداني مع الأهلي في مجموعته، والمريخ السوداني مع الزمالك في مجموعته. فحبيت أعمل وصف تفصيلي كده للمباراة وموقف الفريقين قبل ما يلعبوا إن شاء الله الفريق الأهلي والزمالك على أول شهر 2. المباراة إن شاء الله تقام 6:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيلين. دي مذاعة على عرب سات، قناة على قمر عرب سات وسهيل القطري. الهلال طبعا في المركز الأول، لعب 13 مباراة، ليه 34 نقطة وليه 35 هدف وعليه 12. آخر مباراة ليه قبل ما يلعب المريخ كان يتعادل مع كوبر الخرطوم بره أرضه 3-3. أما المريخ السوداني فلعب 12 مباراة، أقل مباراة عن الهلال، في المركز الثالث ب29 نقطة، يعني متقاربين عن بعض جدا. ليه 18 هدف وعليه 7 أهداف. كان جه من الفوز على أرضه 2-1 أمام ودي نوباوي. فتعتبر أنا حاسس إنها هتبقى مباراة جامدة أوي ما بين الفرقتين كده، نضال. فيعني من محب كرة القدم وعشاق الأهلي والزمالك لو اتفرجوا على الماتش دوت يقدروا يحطوا نقاط قوة وضعف الهلال المريخ. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.